ها الخيانه شنو تقدر تخلي بنادم يدير؟ القصه ديال اليوم على جاكلين صابانا بونا موسى. 47 عام، تزادت في السودان في عائله فقيره بزاف، من بعد يسر ليهم الله وتحولت لاستراليا باش تعيش هي وعائلتها. صاحبات تماكين مع بيمان تاجيبور 31 عام، اي بيناتهم 16 عام د الفرق. كانت كتبغيه بزاف وكتموت عليه، ما كانوش ساكنين مع بعضياتهم، هي كانت ساكنه بوحدو وهو ساكن بوحدو. مره كتمشي عنده هي، مره كيجي عنده هو، حتى ما بقى لا كيمشي عندها لا كيجي عندها. كتعيط ليه، كتصيفط له في لي ميساج، ما كيجاوبهاش نهائيا. هنا غادي تبدا التحريات ديالها باش تعرف شنو واقع. إذ بها تتفاجأ على أن صاحبها دار صاحبة جديدة وخلاها هي. هنا غادا تحقد، غادا تهز الطوموبيل ديالها من بعد ما عرفات أنه كاين في الدار ديالو، وغادا تقصدو للدار. غتوصل غايبة لها واقف في الباركينغ ديال الموبيل اللي ساكن فيه، غادا تكسيري بالطوموبيل، غادا تدخل فيه وغادا تعصرو مع الحيط ديال الباركينغ، غادي يطيح بموت. جاكلين صابانا بونا موسى قالت على أنها ما كانتش باغا تقتلو وكانت غير باغا تحيدو من